ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل السويس رول بطريقه سهله جدا وبسيطه. بكوبايه دقيق بس هتحضري وبكوبايه كريمه. بجد حاجه سهله جدا ونجح معاك ان شاء الله من اول مره. هقولك على التكات اللي هتنجحوا معاك ان شاء الله، وهقولك ازاي يطلع معاكي طري، وهقولك ازاي هنعمله النهارده بابسط طريقه. اول حاجه كده معايا 4 بيضات، هنزل عليهم بنص كوبايه من الميه، معلقه كبيره من محسن الجل مش مليانه قوي يعني، معلقتين كبار من النشا، كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من السكر، معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر. هقلب بقى الخليط ده كويس جدا كده لحد ما اللون يفتح معايا ويتقل معايا، يبقى شبه الكريمه كده اهو. ابتدى يتقل معايا زي ما انتم شايفين كده. افضلي اضربي فيه كده لحد ما القوام يتقل معاكي كده. تمام قوي، القوام تقل معايا زي ما انتم شايفين. هنا جبت الصاج بتاعي 30 في 40، فرشت كده ورقه زبده من تحت عشان ايه؟ الاسبونج ما يلزقش منك. ده هتعملي احلى واطعم صوص روكلتي في حياتك، واهم حاجه يكون جوده الكريمه كويسه جدا. او كده هبدا بقى اوزعها كويس جدا عشان ما تبقاش حته، لما يستوي ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. طبعا مسخنه الفرن من قبلها وما بياخدش وقت خالص، ربع ساعه بيكون استوى معاكي. ابدأي وزعي بقى كده كويس جدا. بصوا ما شاء الله القوام مظبوط جدا، وهينجح معاكي ان شاء الله من اول مره. هجيب بقى خلة اسنان كده وابدأ ايه؟ اعمل خطوط كده عشان اطلع كل الهواء اللي فيه. كده بقى جاهز معايا. ادخله بقى الفرن اهو. بعد 15 دقيقة طلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عشان بقى اقشر الوش بسهولة كده بتاعه، الوش ده بيبقى واخد كل زفرة البيض. هبدأ كده افرش ورق زبدة كده وهو سخن. بصوا بيطلع معايا بكل سهولة. بص الاسبونج طلع معايا فاتح ازاي، بجد مفيهوش ولا غلطة. لو في حتة ما اتقشرتش كده بقشرها بايدي، بيطلع معايا بكل سهولة. هجيب بقى السكينة بتاعتي كده وابدأ ايه؟ اسلك كده من اجناب عشان لما اقلبه يخرج معايا بكل سهولة. اهو كده قلبته زي ما انتوا شايفين. هشيل بقى ورقة الزبدة اللي من تحت دي. بصوا الاسبونج في ايدي طري جدا مش مستحمل. بصوا افضل حاجة تلفوا بيه الرول وهو سخن، عشان لو سبتيه لما يهدى هيتكسر منك وانت بتلفيه. اهو كده هضيف ورقة زبدة من فوق كده وورقة زبدة من تحت، وابتدي بقى الف الرول زي ما قلتلك لفيه وهو سخن. بصوا ما شاء الله ناجح جدا. اهو كده ابدا احط ورقه زبده من تحت كده والف كويس جدا. هجيب بقى فوطه والفه في الفوطه. هركنه بقى على جنب لحد ما احضر الكريمه. جبت البوله بتاعتي، معايا كوبايه من الكريمه، نص كوبايه من السكر الحبيبات العادي، عليهم كوبايه ونص ميه متلجه. هضربهم بقى كويس جدا لحد ما القوام يتقل معايا. هنا بنيت ان انا حطيت كوبايه ميه، بس انا حطيت كوبايه ونص من الميه. انا بحب كده اقول لكم على كل التفاصيل. بصوا هو طري جدا مش محتاج يسقي معايا، بس انا بحب اسقيه كده بيديله طعم. هبدأ كده اوزع بقى الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. بجد سهل جدا وان شاء الله هينجح معاكي من اول مرة.
حاولي كده توزعيه في كل الاماكن. اهي كده الطبقة دي ممتازة جدا. هلفه بقى وادخله الفريزر ما يقلش عن 4 ساعات، لازم تسيبيه يتلج خالص. هبدأ ألفه كده بقى زي ما انتوا شايفين كده، كل حاجة واضحة قدامكم. زي ما قلتلك لو جيتي تلفيه وتكسر منك عادي جدا، بالكريمة هتداريه. هلفه بقى كده كويس وادخله الفريزر. انا ما استخدمتش الكريمة كلها، انا خدت حوالي كده نص الكمية وسبت النص التاني هجلس بيه. اهو كده بعد ما سبته 4 ساعات في الفريزر كده، هبدأ بقى ايه اجلسه. انا جبت السيرب كده زي ما انتوا شايفين، ابتديت ايه اوزع عليه كده. ممكن تستغني عن الخطوة دي. انا جبت الكريمة بتاعتي كده وابدأ ايه اجلسه كويس جدا. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ياريت ما تنسيش اللايك الحلو منك والاشتراك في القناة والكومنت الحلو عشان ارحب بيكي. حاولي كده وانتي بتوزعي توزعي بالتساوي كده. وهجيب السكرابر بتاعي وابدأ ايه اعمل خطوط كده زي ما انتوا شايفين، هيظبط معاكي. بجد سهل جدا ومبياخدش وقت خالص. امشي على الخطوات وانت هتعملي احلى صوص ربع عملتيه في حياتك. وكده بعد ما جلسته كويس جبت هنا جناش شوكولاته كده وابدأ ايه احطه على الوش كده. هعمل 3 قطع كده بالشوكليت والباقي بالفانيليا. بعد بقى ما جلسته كده دخلته الفريزر تاني لمدة كده ساعتين، وبعد كده قطعته. كل مرة بقطع فيها بغسل السكينة بتاعتي بمية سخنة وبنشفها كويس جدا عشان القطعة تتقطع معاكي بسهولة. هو كان يفضل يقعد في الفريزر ساعات اكتر، بس انا كنت مستعجلة عليه فقطعته. جبت الورق بتاع الكب كيك ده وابتديت احطه كده من تحت. اهو كده الكمية كلها خلصت معايا زي ما انتم شايفين كده. وعملت عليه كده روزيتات من فوق، تزيين بسيط جدا وما كلفكيش حاجة، وحاجة كده بجد تحفة جدا، هيعجبك جدا جدا. وكده الشكل النهائي بتاعه. يا ريت بقى لو عجبك الطريقة ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الرحمن.